السلام عليكم ومرحبا بكم في نهار اليوم جيتكم بالتحلية الله يحلي يامتكم ويامات نقول آمين. هاد التحلية راهي دايرة حالة قلت نبارطاجيها معاكم ولازم عليكم تجربوها وما تنساوش تبارطاجيوها مع أحبابكم. هنايا أول حاجة اللي درتها غليت شكارة تاع حليب، لازم نغليها باش نتأكد بلي ماهيش خاسرة. من بعد جبت زوج باكيات تاع فلون فاني، نديروه في لتر تاع حليب ونزيدو مغرف تاع المايزينا، نخلط مليح يعني حتى تتحلي هذيك لا مايزينا وهذاك الفلان، ونعاود نرجع الكسرونه تاعي فوق النار قسمه تختار لي غير شويه. من بعد نحضروا هادوك لي فيغين اللي راح نوجدوا فيهم ونعمروا نعمروا الفلان تاعنا، يعني قسمه نخليو شويه للطبقه الثانيه نعمروه كما نقولوا ثلث ارباع، حتى نخليو هذيك الطبقه الاخرانيه اللي راح نخدموها كيف كيف. وهنا راح نخليو الطبقة الأولى تاعنا تبرد مليح مليح، يعني ماشي نخليوها غير تحكم روحها نروحو نوجدو الطبقة التانية، لا لا، لازم نخليوها تبرد تماما. من بعد نروحو نوجدو الطبقة التانية اللي هي فيها كاس تاع جو تاع تشينا عصير البرتقال. أنا التشينا اللي كانت عندي كانت حلوة بزاف، يعني ما لازمش نزيد السكر كامل في هذه الطبقة، ومعروف بلي التحلية لازم ما تجيش حلوة بزاف باش ما تجيش تقهم. واش درت؟ زدت عليها كاس ما هكذا باش نكسر شوية هذيك الحلاوة، وزدت باكي تاع فلون تاع ذوق فاني، يعني نقعدوا دايما في نفس الذوق. نخلّط مليح يعني نحل هداك الفلان مليح في هداك الما وهداك الجو، ونحطهم فوق النار يحكموا روحهم شوية، يعني ماش راح يحكموا روحهم تمتم حتى يبردوا باش يحكم روحو هاد الميلانج. من بعد هنايا واش درت؟ حكمت الفاكهة اللي كانت عندي وجبت الخليط تاعي، هنايا خليته برد يعني ما ديروش وهو سخون سينو هذيك الفاكهة تاعكم راح تدبل. نضيفو فوق الفاكهة ونخلّط مليح حتى تتحلي كامل هذيك الفاكهة وتتخلط مع بعضاهم، هكذا باش يجوني لي couleurs شابين في هاد الطبقة اللي راح نضيفها من الفوق. كيما راكم تشوفوا ديسير بارد وساهل، يوالم بزاف للسهرات الرمضانية واحد ما يكذبش، لأنه في رمضان نحبوا ناكلوا غير حاجة هكا حاجة تبرد علينا، أما في الفطور والله الواحد ما ياكلش يعني تصومي من بعد تاكلي غير هذيك الشريبة مع هذاك البوراك. أنا بالنسبة ليا نطيب واش ناكل أنا، ماشي لازم نطيب باش نعمر الطابلة، يعني هذا خطأ اللي رانا نشوفوا فيه. أنا الحمد لله نطيب واش ناكل أنا وواش ياكلوا يعني اللي عندي في الدار. هذه هي، نتمنى إن شاء الله الوصفة هذه تكون عجبتكم، ما تنساوش تجربوها وترجعوا لي بالخبر.